اهلا بكم في قناتي طبخة وتفصيلة. هنعمل النهاردة مع بعض المحشي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. حلة على النار واحط فيها مية واحط فيها رشة كمون وشوية ملح عشان اسلق الكرنب. قبل ما المية تسخن هنغسل الطماطم ونخلطها في الخلاط. حطيت على الطماطم 4 فصوص توم وقرن فلفل، لو حابة احط شطة. هنا المية غلت هحط الكرنب، بس هنا كانت كبيرة شوية فانا هلفها كده هيطلع منها ورقتين وهتنزل وهتبقى زي الفل يعني. في حلة على النار احط شوية زيت، معلقتين زيت، وانزل بالصلصة الطماطم اللي انا خلطتها. هنزل عليها بمعلقة صلصة ومعايا التوابل بتاع بابريكا وفلفل اسود وكزبرة وملح وورق لورا، وهزود معلقة سكر بس واسيبها تتسبك. حلة تانية على النار احط شوية زيت وهنزل بالبصل المبشور هنزل عليه بشوية ملح عشان يدبل وينزل المية اللي فيه، واقلب فيه لحد ما تدبل وتوصل للون ده. بعد كده هنزل بالرز. انا مش بغسل الرز بتاع المحشي، ورز نضيف ما شاء الله. واقلب الرز مع البصل وهنزل بمعلقة توم مهروس. هقلبهم تقليبة كده مع الرز، تقليبتين كده ريحة التومة تطلع، وبعد كده هنزل بالطماطم اللي انا سبكتها معاكم. اهي الطماطم بعد ما اتسبكت هننزل بيها على الرز، مش كتير يعني شوية بس كده زي ما انتوا شايفين اهو. هغطي الرز واسيبه 3 دقايق او دقيقتين بس يتشرب بس السوائل اللي انا حطيتها. بعد كده خلاص هو كده كويس. هنا هنتبل الرز معاه فلفل اسود وكزبرة وكمون وشوية شطة اختياري وملح. هو لسه سخن اهو شايفين. هنقلب كده، ودي الخضرة مقطعينها كزبرة وشبت وبقدونس مع بعض مقطعين. هننزل بيهم على الخلطة بتاعتنا ونقلب. نشوفها بقى لو عايزة ملح عايزة حاجة نظبطها قبل ما نحشي. شايفين ما شاء الله الخضرة لسه زي ما هي. ما نحطش الخضر ابدا على النار، نحطها كده بعد ما نخلص وننزل. هنبتدي نلف معاكم. دي العصي اللي طلعت من التقطيع بتاعت الكروم هنحطها في الحلة من تحت، ونبتدي نلف بقى ونحط. من نجاح اللي هي الخلطة بتاع المحشي نزود البصل بتاعنا اللي هنحطه ونبشره ما نقطعوش او نفرمه ناعم يعني، ونكتر كمية الخضرة. يعني لو كرنبة صغيرة كده نحط لها حزمتين من كل نوع، بقدونس وشبت وكزبرة، مش كتير والله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وجربوا الخلطة دي. طبعا انا خلصت الكمية اهو، بس ده مش هنحتفظ بيه في التلاجة. دي الشوربة اللي هنزود بيها المحشي. هنا طبعا احنا خدنا المحشي
بعد ما خلصته وطلعنا برا، زودنا برا وكلنا ما شاء الله. بس كانت الدنيا عتمة، ما قدرتش اصوره بعد ما خلصته، بس هو ما شاء الله. جربوه وقولوا رأيكم في الكومنت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام ختام.